أن هنالك أزمة ما بين قسد والقبائل العربية المنتشرة في هذه المنطقة. بداية ما قاله ضيفك حول وجود ملاحقة لتنظيم داعش، هذا الأمر غير صحيح. كما تعلمين أن قبيلة الشعيطات وهي المنتشرة في قرية غرانيج والكشكية هي قبيلة تصدت قبل ذلك إلى تنظيم داعش، وداعش قامت بجريمة في هذه المنطقة وقامت بمجزرة راح ضحيتها عشرات من أبناء هذه المنطقة، وبالتالي هذا قول لا ينطبق على أرض الواقع. هذه هو يقول أن خلايا داعشية هي من اعتدت أزمة كبيرة على بين قسد. العشائر المنتشرة في دير الزور. ما قامت به قوات قسد خلال ال 24 ساعة الماضية بأنها حشدت أكثر من 70 مركبة، وقامت بحصار مدينة غرانيج ومدينة الكشكية، ثم قامت باقتحام البيوت وأحرقت البعض منها واعتقلت عدد كبير من المدنيين. وبالتالي هذا الأمر ليس له علاقة بمكافحة داعش، وكان يجب أن تظهر قسد. وبالمناسبة الحقيقة سواء الحكومة السورية أو التحالف الدولي الكل على دراية بأن شماعة داعش أصبحت تقال على كل من يعارض تنظيم قسد في هذه المنطقة. هذه نقطة. النقطة الثانية، العلاقة ما بين العشائر وقوات قسد هي علاقة سيئة للغاية. هنالك شعور بأن قسد تريد أن تفرض واقعا على تلك المنطقة بعيد عن هويتها وثقافتها وجذورها وأرضها، وبالتالي منذ الحقيقة الصدام ما بين داعش وما بين القسد والعشائر ليس حديثا. كان هنالك صدام في قرية ذيبان ما بين الهفل والعجيدات في تلك المنطقة وما بين قوات قسد. الآن هنالك صدام في منطقة معدان، في منطقة الرقة، في مناطق متعددة. وبالتالي العشائر بالفعل تريد أن يكون هنالك تحرك لتنفيذ اتفاق مارس ما بين قوات قسد وما بين الحكومة السورية، ولكن الآن هنالك شعور بأن قسد تتلكأ في تطبيق هذا الاتفاق. وقسد الحقيقة تريد أن تدفع الحكومة إلى الدخول في عملية عسكرية، وبالتالي تخفي التزامها أو تعلن عدم التزامها بهذا الاتفاق. وبالتالي باعتقادي أن الآن الكل ينتظر الصراع العسكري القادم لا محالة. بالتالي الآن ما قامت به قسد خلال الفترة الماضية مؤتمر القامشلي، قبل ذلك وأخيرا مؤتمر الحسكة، ومحاولة تقسيم سوريا على أسس طائفية ومذهبية والدعوة إلى لا مركزية سياسية وعسكرية وما إلى ذلك. كل ذلك يدفع إلى المواجهة العسكرية، وباعتقادي أن الجميع يتحضر لها. خلال ال 48 ساعة الماضية قامت قسد بخلق خطوط دفاعية في المناطق التي يتواجد فيها الجيش السوري، ووضعت آليات ثقيلة، قامت بزرع الألغام، قامت خلال الفترة الماضية بحفر الأنفاق. أيضا الحكومة السورية قامت بالدفع بعناصر عسكرية إلى أماكن المواجهة. أيضا تم توقيع اتفاق ما بين سوريا